نعم، نعم تيما، على خط المساعي التي تبذل لتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا في السراي الحكومية، وضم هذا الاجتماع أو شارك في هذا الاجتماع عن الجانب اللبناني المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء اليسبيسري، مدير المخابرات العميد توني أهوج، والعماد قائد الجيش عماد جوزيف عون. أما عن الجانب الفلسطيني فقد شارك كما ذكرت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، إضافة إلى السفير الفلسطيني أشرف دبور، وأيضا فتحي أبو العداد أمين سر حركة فتح. في هذا الاجتماع والعناوين التي طرحت في هذا الاجتماع أيضا تم طرحها في الاجتماع الذي عقد يوم أمس بين حركتي فتح وحماس بشأن التطورات وللبحث في التطورات التي تحصل في مخيم عين الحلوة. أما اليوم تحدث الأحمد عن موضوع لافت، وهو تدخل أو اتصالات من قبل جهات خارجية إلى الجهات المسلحة أو المجموعات المسلحة داخل مخيم عين الحلوة بهدف التحريض وتوسيع الاشتباك في هذا المخيم. وقال أن المعلومات التي لديه أيضا الدولة اللبنانية تعرفها جيدا، وكان هناك تصميم فلسطيني منذ بدء الاشتباك وحتى اليوم بقرار وقف إطلاق النار والتزام بتثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى تسليم المطلوبين باغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي. إذا تيما، هذه العناوين التي طرحت هناك تصميم كما ذكرنا فيها، وخاصة من ناحية تسليم المطلوبين وقرار وقف إطلاق النار. ولكن حتى الساعة هناك يشهد عين الحلوة يمكن القول تفاوت أو جولات متفاوتة من إطلاق النار. نستمع الآن إلى ما قاله عزام الأحمد بعد انتهاء هذا الاجتماع. السلطة اللبنانية والدولة اللبنانية